حضرتك من أي ولاية؟ السؤال ده جالي كتير جدا في الكومنتات وحاول أجاوب عليه بفيديو علشان الكل يستفيد ويعرف المعلومة المهمة دي. لو دي أنت أول مرة بتشوفني، أنا اسمي بنوب أمين، محامي مصري وحاصل على ماجستير في القانون الأمريكي، وبذاكر حاليا للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة هنا في أمريكا. عندي شركتي الخاصة VIP US Immigration اللي من خلالها بقوم بمساعدة محامين الهجرة المختلفين في كل الولايات، وشغلي بيشمل مراجعة الأوراق وترتيب المستندات وتجهيز النماذج المطلوبة لكل نوع قضية وتجهيز ملفات الهجرة بشكل منظم ودقيق. وهدفي ان اساعد المحاميين وكل عملائهم وحضراتكم ان القضايا تتقدم صح من اول مره ونوفر على بعض وقت ومجهود كتير. لو انت مش عارف انا برد على ايه، ممكن تدوس على الكومنت وهو هيوديك على الفيديو الاصلي اللي انا بتكلم فيه في الفيديو الاصلي، وتشوف انا برد على ايه بالظبط. خليني اوضح هنا نقطه مهمه جدا. قانون الهجره في امريكا قانون فيدرالي، يعني اي مكتب محاماه يقدر يشتغل قضايا الهجره في اي ولايه من ال50 ولايه. يعني مش مهم مكتب المحامي يكون في كاليفورنيا، في نيويورك، في تكساس، المهم انك تلاقي الشخص اللي انت ترتاح معاه وتثق فيه. الموضوع هنا شبه اختيار الدكتور بالظبط، ممكن تروح لدكتور بعيد عن منطقتك بس انت بترتاح معاه وبتثق فيه، وده حصل بشكل شخصي معايا. الفرق ان الدكتور بياخد فلوسه من التأمين، لكن للأسف في الهجرة وفي قضايا الهجرة مفيش تأمين بيغطي الناس وبيغطي القضايا دي، فالموضوع بيكون مكلف. فانت بتحاول تشوف الشخص اللي انت مرتاح معاه ويكون اسعاره كويسة بالنسبة لك. علشان كده اهم حاجة تختار مكتب المحاماة او شخص يديك احترام ويرد عليك باحترافيه وفي وقت مناسب وفي وقت قياسي. لو دخلت على صفحات محامين الهجره هتلاقيهم بيكتبوا انهم بيساعدوا عملاء من كل الولايات ومن كل دول العالم، حتى اللي عايز يقدم على فيزا من خارج امريكا بيقدر يتعامل مع مكتب محاماه في امريكا بسهوله، وده عشان خاطر يسهل له الحصول على الفيزا عن طريق السفارات، يعني يسهل له طريقه التقديم وما الى ذلك. بس مهم ان انا اوضح نقطه مهمه جدا هنا، انا مش محامي هجره هنا في امريكا لحد دلوقتي، انا بذاكر عشان احصل على رخصه المحاماه او علشان ابقى محامي. انما انا عندي شركتي الخاصه اللي بتشتغل وبتساعد محامين الهجره في شغلهم اليومي، في ترتيب الملفات، في مراجعه القضايا، في تجهيز القضايا، في تجهيز الاوراق. فانا فاهم في قانون الهجره كويس لاني دارس ماجستير في القانون الامريكي وبشتغل في المجال ده بقالي اكتر من 7 سنين. بشتغل كل يوم 8 ساعات في الامور اللي زي كده، بنقرا الاوراق وبنقرا الملفات وبنقرا القوانين، وده عدد ساعات كبير جدا يخليني اكون فاهم التفاصيل والتعقيدات اليوميه. لكن مع كل ده سواء انا او المحامين مش بندي استشاره قانونيه اونلاين او في الفيديوهات، ده كله للتوعية فقط. الفيديوهات اللي بعملها دي مش استشارة قانونية خالص، الهدف منها هو توضيح الصورة وتسهيل الفهم لحضراتكم فقط لا غير. اهم نصيحة، اختار الشخص اللي يريحك في التعامل معاه، اللي تسمع منه ردود واضحة ومحترمة وتناسب وقتك ووقته. واخيرا انا ما بسألش العميل انت منين علشان اقرر اساعدك ولا لا، اي حد محتاج مساعدة انا بشتغل معاه طبعا في اي ولاية. انما بعد كده المعلومة اللي بتقولها عن نفسك في الاخر زي جنسيتك، مكان اقامتك، دي كلها علشان خاطر نملى الابليكيشنز ونظبط الاوراق ونقدم الملف بتاعك لاداره الهجره يكون ملف مظبوط. لكن في الاساس سواء انت في امريكا او بره امريكا، من مصر او من اي دوله، التعامل كل واحد مش مرتبط بولايه معينه. وعلى العموم انا ساكن في ولايه واشنطن دي سي، بس انا عملت الفيديو ده عشان اوضح لكل الناس اللي بتسال السؤال ده على طول ان مكان مكتب المحاماه مش مهم بالنسبه لامور الهجره، الاهم هو الثقه في التعامل. ولو انت بتتفرج لغايه دلوقتي شكرا جدا انك بتتفرج للاخر، اشوفك الفيديو الجاي.